مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال: هل ستستطيع الديانة الزرادشتية في شمال العراق أن تهزم تركيا؟ أمريكا وضعت مخطط لجعل كل شمال العراق هنا يعتنق الديانة الزرادشتية، إن المسلمين الأكراد يعتنقون الديانة الزرادشتية. الفلسفة الأمريكية، وهي فلسفة صحيحة، تقوم على أنه تركيا تستطيع أن تهزم وتحبط مشروع إقامة دويلة في شمال العراق. الآن تستطيع تركيا أن تنتصر، لكن إذا انتصرنا نحن في مجال الدين واستطعنا أن ننشر الديانة الزرادشتية بين الأكراد، في هذه الحالة نحن سنهزم تركيا غدا أو بعد غد أو في يوم ما، سنهزمها إلى الأبد. الاستراتيجية الأمريكية صحيحة وخطيرة. تعالوا نبدأ ونرى. سنعود إلى هذه الخريطة مرة أخرى، لكن تعالوا نشاهد عملية انتشار الديانة الزرادشتية. هنا مثلا في التلفزيون الفرنسي نشر تقرير مهم جدا تحت عنوان: أكراد العراق في رحلة البحث عن نبيهم زرادشت. يعني هو يقول للأكراد العراق: هذا نبيكم. رغم أن الديانة الزرادشتية وهي ديانة تقوم على تقديس النار، وأن يوجد إلهين، إله للشر وإله للخير. موضوع آخر: الديانة الزرادشتية بالأساس كانت ديانة الإمبراطورية الفارسية التي هزمها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب وقضوا عليها، فهي أصلا ليست ديانة الأكراد، لكن كانت منتشرة في مناطق عديدة، بل إن الفرس طردوا الأكراد كما سنأتي في السياق الحديث يعني. فهي تتحدث عن أنه الزرادشتية هي ديانة الأكراد تحديدا، وليس ديانة الفرس. المفروض يقولون ديانة الفرس، لكنهم لا يقولون هذا. أيضا هنا نجد في قناة الجزيرة تقرير ممتاز جدا، العنوان بتاعه: الزرادشتية بكردستان العراق سياسة بثوب الدين. وبعدين عاملين تقرير ونشرين صور مراسم افتتاح أول معبد زرادشتي في مدينة السليمانية بكردستان العراق. لكن بقى جايبين كلام خطير جدا. هو إيه بقى؟ إن في أسباب قومية. يقول رئيس المجلس الأعلى للديانة الزرادشتية في كردستان العراق لقمان حكيم، مفروض ان الراجل رئيس مجلس الديانة الزرادشتية يقول: يجب على المسلمين الأكراد اعتناق هذه الديانة لأنها الديانة الصحيحة، ولأن الإسلام خطأ في كذا وكذا وكذا، يعني يقنعهم في كذا. لكن هو ماذا يقول؟ يقول أن هناك أسبابا عديدة دفعتهم لإحياء هذه الديانة. وبعدين يقول إيه؟ إنها تزيد من ثقة الأكراد بأنفسهم، معتقدا أن غياب هذه الديانة كان سببا في عدم امتلاك الأكراد لدولة مستقلة. يتحدث أننا لو كنا زرادشتيون لكانت هناك دولة كردية، لكن الإسلام منع ذلك. دي مسألة خطيرة. فهي المسألة لا يهم الإسلام صح ولا الإسلام خطأ، أو الزرادشتية صح أم خطأ. لا، المسألة نريد أن نفصل ونقسم المسلمين ونجعل هناك دويلة تخص الأكراد أو تخص العرب أو كذا. فنعمل إيه؟ نوجد لكل فئة دين. وبعد ذلك طبعا لما الإنسان يموت ويدخل في قبره لن تدخل معه لا زرادشتية ولا غيره يعني، فهي لن تنفعه بشيء. تعالوا نكمل. هنا في روسيا اليوم عودة الزرادشتية في كردستان العراق رغم الرفض المعلن لها. هنا مجلة المجتمع الكويتية نشرت مقال مهم جدا للأستاذ الدكتور فريست مرعي، يقول: المستشرقون وتأثيرهم على انبعاث الديانة الزرادشتية في التاريخ المعاصر. ويتناول في المقال بالشرح كيف أن المسلمين الأكراد لم يقوموا هم ببحث هذه الديانة الزرادشتية، ولكن أوروبا، الأوروبيون الغربيين، وهؤلاء مسيحيون، فلم يدعوا الأكراد للديانة المسيحية. يعني المفروض بقى يدخلونهم جنة المسيح، قال لهم: لا، احنا عاوزين نريدكم أن تذهبوا إلى نار زرادشت. انظر التفكير الأوروبي. طيب تعالوا نكمل. هنا أيضا في وكالة رويترز نشروا تقرير عن نفس الموضوع تحت عنوان: الزرادشتية تعود للانتشار في شمال العراق لكن لا تزال تمثل وصمة. هنا على اليوتيوب نجد نشاط محموم وتمويل كبير جدا لافتتاح المعابد الزرادشتية. هنا مثلا: أكراد العراق في رحلة البحث عن نبيهم زرادشت، ده فيديو. أيضا هنا في قناة الحرة الأمريكية: الزرادشتية تعود بقوة لكردستان العراق. أيضا قناة الحرة الأمريكية: أبناء الديانة الزرادشتية في إقليم كردستان يطالبون بتمثيل سياسي، الحكومة هناك في كردستان اعترفت به.
وبعدين هنا عن الزرادشتية في باكستان. هنا في قناة أورينت السورية، وهي طبعا قناة ممولة إماراتيا موجهة للشعب السوري أو للثورة السورية، بتبث من اسطنبول ومن مدن أخرى. ماذا تعرف عن الكرد المسيحيين في سوريا؟ أيضا هنا ستيب أجانسي، دي وكالة إماراتية تمولها المخابرات الإماراتية موجهة للسوريين. المجوس يصلون 5 مرات باليوم. الديانة الزرادشتية إلى آخره. ما الموضوع؟ الموضوع هو هذه الخريطة. الموضوع هو أنه أمريكا والدول الغربية تريد تقسيم تركيا، وبداية إقامة دويلة هنا تسمى كردستان العراق، اللي هي باللون البنفسجي هنا. على مستقبلا يجري إقامة دويلة ثانية في جنوب تركيا، وإقامة دويلة ثالثة في شمال سوريا. طبعا الدعاية اللي دغدغت المشاعر تقول أمريكا أنها سوف تقيم دولة اسمها كردستان الكبرى. هكذا هي تضم مناطق من إيران ومناطق من العراق ومناطق من سوريا وجنوب تركيا. ومن قبل قال الإنجليز إنهم سيقومون دويلة تسمى عربستان الكبرى. عربستان الكبرى كانت تشمل كل الجزيرة العربية ولم تقم. أيضا من قبل كان في مشروع اسمه تركستان الكبرى، إنه هيضم تركيا وكل المسلمين الأتراك فين؟ في آسيا الوسطى، ولكنه لم يقم. خلي بالكم المشاريع كلها بقى لها 100 سنة ولا مشروع واحد منها تحقق، لأنه أي مشروع بعيد عن الإسلام لا ينجح أبدا. انتبهوا لهذه الجزئية. وفي الغرب نفس الحكاية، قالوا هنقيم بربرستان الكبرى إلى آخره. طيب نلاحظ أنه لم تقم تركستان الكبرى، بل قامت دولة اسمها تركيا، دولة اسمها أذربيجان، دولة اسمها تركمانستان. يعني وهذا سيتكرر عند الأكراد، إن هيبقى في جنوب، هو ده المخطط، إن يكون جنوب تركيا دولة، وفي شمال العراق دولة، وفي شمال سوريا دولة. طيب إيه هدف أمريكا إن هي تجعل الديانة الزرادشتية هي الدين الرسمي لكردستان العراق؟ دي مسألة مهمة جدا. عندما ننظر على هذه الخريطة نكتشف أن هذه الدويلة الكردية التي ستولد هي ستنشأ ميتة. انظروا مساحتها صغيرة جدا. عدد سكان هذه الدولة 5 ملايين فقط، فهو عدد قليل جدا. ثم هذه الدولة أو هذه الدويلة حبيسة، لا تطل على أي بحر. يعني كي تستورد وتصدر العالم لابد تصل إلى البحر المتوسط، وبينها وبين البحر المتوسط مسافة كبيرة. وكي تصل إلى الخليج العربي لابد أن هي تمر من هنا، من إيران أو العراق. الدويلة حبيسة وعدد سكانها قليل. مواردها محدودة جدا، مواردها محدودة تماما، يعني دويلة ميتة. ماذا ستكون النتيجة؟ هذه دويلة ستكون دويلة طفيلية تحتاج أن تعتمد على غيرها. لابد تستعين بإحدى الدول المجاورة، إما أن هي تعتمد على كتلة تركيا وتصبح تركيا هي بتقوم حياتها كلها على تركيا، أو إما أن هي تقوم على إيران. في هذه الحالة المسلمين الأكراد الموجودين هنا في هذه المناطق هل سيفضلون إيران أو يفضلون تركيا؟ لا، سيفضلون تركيا بسبب المذهب، أنه تركيا بلد مسلم سني، وبسبب التاريخ، أنه تركيا والمنطقة كردستان العراق دي دولة عثمانية، فنمط التفكير واحد. يعني لو مصري زار التركية أو جزائري يعني من البلاد اللي أو سوري أو كذا، لا يستطيع أن يفرق في نمط التفكير بين التركي والمصري بسبب العقلية 400 سنة في نظام إداري واحد، وبل في حالة المصريين 1000 سنة، وفي حالة العراق، وفي حالة ما يتعلق بالشام كله. طيب وأيضا مسألة القومية والعرق هي مسألة وقتية عارضة. يعني إن احنا قاعدين نقول للأكراد لماذا يجب أن تنفصلوا عن تركيا وعن العراق؟ نقول لهم لأننا أكراد وهم العدو التركي والعدو العربي، في حالة العرب اللي هم في هذه المناطق. فأنت هو بيقولهم في عدو عربي وفي عدو تركي. هم إن العدو التركي ظلمنا وقتلنا، والعدو العربي ظلمنا وقتلنا. فبتقوم فكرة القومية الكردية على مسألة العرق ومسألة اللغة، إن احنا لغة أخرى،
رغم أن القبائل يعني كل مدينة في كردستان العراق لا تفهم لهجة أو لغة المدينة الأخرى. فإذا مسألة العرق، مسألة اللغة، مسألة المظلومية. العامل الأهم والأخطر في قيام فكرة القومية الكردية هي مسألة المظلومية، هي أنه الأتراك ظلمونا والعرب ظلمونا، ولكن فكرة المظلومية مع الوقت ستنهار. الأكراد ظلموا فعلا، ولكن صدام حسين كان يظلم العرب كما يظلم الأكراد. ولكن في حالة العرب يقولون للعرب: لماذا ظلمكم صدام حسين؟ لأنه ديكتاتور. يعني إذا صدام حسين قتل إنسانين، واحد كردي وواحد عربي، فيقولون لأسرة العربي: صدام حسين قتلك لأنه ديكتاتور، فأخلصنا. يأتون للكردي مفروض يقولون له: صدام حسين قتلك لأنه إيه؟ ديكتاتور، فيقولون: قتلك لأنك كردي. انظر. ولذلك هنا في تركيا مثلا ديار بكر في هذه المنطقة يقولون: أنتم تعيشون في فقر. ده ما قبل أردوغان. تعيشون في فقر لأن كل الخيرات تذهب إلى اسطنبول، في حين أنت لو ذهبت إلى اسطنبول ما قبل أردوغان تجد الحشرات في الشوارع والزبالة والصور موجودة. يعني أهل اسطنبول نفسهم عندهم مشاكل. هذه السردية تتكرر في السودان، وتتكرر في الجزائر، وتتكرر في مناطق إسلامية أخرى. مسألة هو فعلا واحد مظلوم وفعلا عنده مشاكل، لكن لماذا ظلموك؟ في مصر، احنا هنا في مصر، وأنا دخلت كنائس كثيرة، فكنت أجد القساوسة يقولون لهم: الشرطة، إذا ضابط الشرطة ضربك في الشارع لأنك مسيحي، هو مسلم وأنت مسيحي، فالمسلمين بيضطهدونك. طب ما أنا مسلم والشرطة بتضربني. ففي هذه الحالة يقول لك: لأن الشرطة دي فاسدة. يعني أصبح الشرطة لما تضرب المسيحي هي مسلمة، ولما تضرب المسلم تصبح فاسدة. طيب هنكتشف إيه؟ إنه فكرة المظلومية يمكن نسفها إذا كان لديك جهاز إعلامي صحيح. فيه نقطة ضعف جدا في مسألة إقامة دويلة كردية، هي الإسلام. لماذا؟ لأنه في الآخر الكردي أو التركي أو العربي دايما بيقول لك بعد ما بيكبر في السن بيبقى شباب، بيبقى متمسك بهذه الأفكار. لما يتقدم في السن بيدرك أن الله خلق البشر سواسية، وكل البشر أبناء آدم عليه السلام، وعندما تنزل إلى قبرك لن يحاسبك الله ويقول لك: هل كنت عربي ولا كردي ولا تركي ولا من البربر ولا أي أفريقي ولا أي شيء. سيسألك الملائكة عن ما دينك، فأنت لن تأخذ معك إلى قبرك إلا دينك فقط. فهنا الأكراد مسلمون، ودي نقطة الضعف القوية جدا، إنه الإسلام لا يقوم على أساس العرق، يقوم على أساس الوحدة الإسلامية. فإذا ترك الأكراد وشأنهم هيبدأوا يذوبون مرة أخرى مع العرب ويذوبون مع الأتراك. وهذا الذي جرى طوال التاريخ الإسلامي، إنه الإسلام وحد بين العرب والأتراك والأكراد. هذه المشاكل لم تكن موجودة، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي جاء من هنا من شمال العراق وراح فين؟ حكم كل الشام وكله عرب، وحكم كل مصر ومصر كلها عرب. فواحد كردي حكم إمبراطورية، يعني الدولة الأيوبية التي حكمها الأكراد كانت بتقوم فين يا جماعة؟ من هنا كده، من غرب ليبيا، مصر كلها، كل اليمن تحت، الجزيرة العربية دي كده، إمبراطورية كبيرة جدا إسلامية. وكان الجيش ما هوش كردي، يعني كردي على تركي على عربي على كذا. لكن اليوم بفكرة القومية ما استطاع الأكراد أن يحكموا حتى مدينة واحدة. لكن في حكم بظل الإسلام، فهم التفكير الأوروبي والأمريكي إنه الإسلام شغال ضد فكرة إقامة دويلة كردية، وهيجعل الأكراد يذوبون في محيطهم. طبعا إنه واحد شخص كردي مسلم كردي يأتي ويحكم مصر مثلا، أو يحكم سوريا، أو يحكم تركيا، دي فكرة تضايق الأمريكان. يعني هو الكردي نفسه يكون مبسوط إن هو يعرف يحكم أي بلد هو عاوزها كما جرى في التاريخ من قبل. هنا الأمريكان هداهم شيطانهم إلى أنه يجدوا فكرة عبقرية، وهي إن إحنا نعمل ديانة زرادشتية للأكراد. يبقى أنتوا كأكراد إيه مشكلتنا مع الأتراك ومشكلتنا مع العرب؟
إن العرق هم أتراك وعرب ونحن أكراد، إحنا مختلفين. هم يتحدثون اللغة التركية والعربية ونحن نتحدث اللغة الكردية. هم مسلمون ونحن زرادشتيون. هم يقدسون الكعبة ونحن نقدس النار. فلا يمكن الاختلاط أبدا. ودليل على مسألة أن العرق بيذوب أما الدين فلا يذوب، مسألة بسيطة جدا، وإحنا حصل عندنا في مصر. هنا مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا لما تنزل وتشوف الشعب المصري لا تستطيع أبدا أن تميز على أساس العرق. ما الذي جرى في مصر؟ الشعب المصري من أين جاء؟ الشعب المصري جاء من الجزيرة العربية، هجرات إلى الجزيرة العربية، هجرات مع الفتح الإسلامي إلى هنا، حصل هجرات من البربر إلى مصر، تمام؟ ثم جاء أتراك أيضا إلى مصر، حكموا مصر سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر، بل جاء أيضا من القوقاز ناس في مصر. فتجد أن المصريين دول خليط أصلا، ولما تنظر تجد ملامحهم كلها واحدة. فقد ذابوا، لا تستطيع أن تفرق، لا واحد كان أصله كردي ولا تركي ولا عربي ولا أي حاجة، لأن الدين اللي هو الإسلام عمل لهم إيه؟ جعلهم يذوبون في بعضهم البعض فذابوا. طيب تعال بقى، في مصر فيها مسيحيين، المسيحيين منتشرين في كل مصر، يعني المسيحيين في مصر منتشرين في كل مصر، ليس لهم مكان، لكنهم لم يذوبوا لأن الدين حفظهم. يعني المسيحية جعلتهم لا يذوبون في الوسط الإسلامي. التركي لما جاء مصر ذاب في مصر، وهو عرق آخر ولغة أخرى، وذاب وأصبح يتحدث اللغة العربية، وممكن تلاقي واحد مصري بيقول أنا عربي هو أصلا كان تركي، وهكذا يعني، والعكس صحيح يعني. لكن المسيحي لم يذب أبدا. فممكن تلاقي اتنين مصريين، واحد مصري مسيحي يقول أنا لست عربي، واحد مصري أصله تركي، وتسأله أنت من عرق إيه، هو نسي إن هو تركي، يقول لك أنا عربي. انتبهوا لهذه المسألة. فإذا الدين هو اللي بيعمل مسألة الماء والزيت. فهنا في هذه الحالة هم هيبقى في دين مخصص لهم، فلا يمكن أن يذوبوا في الأتراك ولا في العرب مرة أخرى. هذه الفكرة تقوم على أن يمكن لتركيا أن تنتصر عسكريا وقتيا. أي دولة في العالم بتمر بمراحل قوة وتمر بلحظات ضعف عند انتقال الحكم. يعني تجد لو نظرتم في التاريخ كله، التاريخ الإسلامي أو الأوروبي، هتجد أن الدول بتقسم في أوقات انتقال الحكم. يعني على سبيل المثال احنا عندنا هنا في تركيا في الدولة العثمانية، متى جرى تقسيم الدولة العثمانية؟ بعد سقوط السلطان عبد الحميد، جرى استيلاء على أراضي من البلقان وليبيا، وبعد سقوطها وحتى في كذا. وقبل السلطان عبد الحميد انتقال الحكم السلطان عبد العزيز للسلطان عبد الحميد كان في فصل 3 أشهر. أيضا جرى تقسيم للدولة العثمانية. في العراق متى جرى التقسيم في العراق يا جماعة؟ بعد سقوط صدام حسين. متى يجري التقسيم في سوريا؟ مع إسقاط بشار الأسد الآن. متى يجري التقسيم في ليبيا؟ بعد سقوط القذافي. متى الآن يجري تقسيم هنا في السودان؟ بعد سقوط البشير. في لحظة انتقال السلطة، عارف كده، لحظة لما تكون حضرتك بتستيقظ من النوم، تبقى هو في، عارف انت البوليس لما يدخل عليك كده بالبتاع، تبص المسدس فوق راسك والكشافات ضربة في عينيك، انت مش قادر تستوعب. هذه هي الدولة. فأي دولة مهما بلغت قوتها في لحظة الاضطراب في قمة السلطة بتبدأ تتفكك. متى لا تتفكك الدولة؟ عندما تكون موحدة سكانيا مثل مصر. مصر بلد 95% من سكانها مسلمين، 100% من سكانها يتحدثون اللغة العربية، في 5% مسيحيين، ولكنهم موجودين في كل مكان. لو هم لهم إقليم معين في مصر هينفصلوا. السيسي الآن ماذا يفعل؟ السيسي والكنيسة بدأوا ياخدوا المسيحيين ويضعونهم في هذه المنطقة غرب الدلتا لإنشاء دويلة مسيحية غرب مصر. يعني ياخد المسيحيين ويحطهم هنا من كل مصر هكذا، ودي الخطورة. طيب إذا حدث صراع على قمة السلطة في تركيا في أي لحظة، وهذا يرد كثيرا في كل الدول كما في أمريكا وفي روسيا وفي تاريخ الدولة العثمانية والأموية وكذا، في هذه الحالة ستكون هناك فرصة لمسألة التقسيم وإقامة هذه الدويلة. طيب خطورة إقامة هذه الدويلة
وخاصة بالديانة الزرادشتية هي أنها ستخنق تركيا. انظروا لخريطة تركيا جيدا. تركيا هنا، وتركيا طبعا بلد مسلم، كي تتواصل مع عمقها الإسلامي، يعني كي تتواصل مع العراق لابد أن تمر من كردستان العراق اللي هو هنا. طبعا بيجري قطع هذه المنطقة. كي تتواصل تركيا مع عمقها الإسلامي في الجزيرة العربية لابد عن طريق سوريا. لذلك بشار الأسد وهو نظام طائفي يقوم بتفريغ البلد من المسلمين السنة، وبالتالي أصبح في حاجز أهو، أدي الحاجز ما بين كردستان العراق وسوريا. فبالتالي ما يجري الآن هو أنه بيحصل إنشاء جدار عازل ما بين تركيا وما بين عمقها الإسلامي. طبعا من الأخطاء الشائعة، الخرافات الشائعة في تركيا، ودي يعني تكاد تكون مصدقة بسبب الإلحاح عليها في الإعلام وفي التعليم وفي كذا، أنه العرب يكرهون الأتراك والعرب خانوا الدولة العثمانية، وخرافة كبيرة ممكن نخصص لها حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله. لكن هو ده العمق بتاع تركيا وبيجري حضر. الأمر الآخر هو أن عمق تركيا هو اللي هي الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا اللي هم مسلمين أتراك. ماذا سنجد؟ سنجد أيضا أنه جرى إنشاء دويلة أرمينيا عازلة ودويلة جورجيا عازلة، فعزلت تركيا عن كل عمقها. وأيضا هنا إيران دولة عازلة عزلت تركيا. هنا طبعا المسلمين اللي هم في القوقاز اللي روسيا بتحتلهم، لكن جورجيا هي بلد مسيحي عازل، أرمينيا بلد مسيحي عازل. طبعا تم تجميع المسيحيين من قبل روسيا وأمريكا ووضعهم وإنشاء هذه هاتان الدولتين. فهذا يوضح لنا أهمية الدين. لذلك أي حكومة تجدها بتعادي دين شعبها اعلم أنها حكومة خائنة، حتى لو الحكومة الهندوسية في الهند. لأنه إذا أي دولة في العالم بتقوم على أساس الدين، أي دولة في العالم يا أخي، الإسرائيليين، الشعب الإسرائيلي هذا قام على أساس الديانة اليهودية. يعني الشعب الإسرائيلي هؤلاء ليسوا عرق واحد، يعني اليهودي الإثيوبي واليهودي الأمريكي هذا أبيض وهذا أسمر، وهذا يتحدث اللغة الأمهرية وهذا يتحدث الإنجليزية، وعالمين مختلفين وثقافتين مختلفتين، ولكن الديانة وحدتهم. فهذه مسألة جد خطيرة. لذلك نقول إنه في الوقت الذي إن تركيا بتخوض فيه معارك عسكرية، في نفس الوقت لابد تركيا تخوض معركة في نشر في الدعوة للإسلام، وإن المسلمين جميعا يتمسكون بالإسلام. مسألة جد مهمة جدا. لما سقط السلطان عبد الحميد لم تنفصل المناطق ذات الغالبية الكردية. لماذا؟ لأنهم كانوا يتمسكون بالإسلام، ما كانش في فكرة القومية. لما جرى إضعاف الوازع الإسلامي في نفوس المسلمين بدأ يحصل هذا التشرذم وهذه الدويلات اللي احنا بنشاهدها. شوف كلها دويلات فسيفساء صغيرة جدا. فهذه مسألة جد مهمة، إن تركيا لابد إن هي يكون عندها مؤسسات إسلامية فاعلة قوية في كردستان العراق. لابد يكون فيه مسلسلات تلفزيونية عن التاريخ الإسلامي الأكراد، أفلام عن صلاح الدين الأيوبي، مسلسلات عن صلاح الدين الأيوبي. لابد يكون في إعلام قوي، أغاني بتوضح للمسلمين الأكراد تاريخهم الإسلام العظيم، دورهم في الدفاع عن الإسلام، دورهم في إنقاذ الدولة العثمانية، دورهم في إنقاذ مصر، دورهم في حكم مصر وفي حكم غيرها من البلاد الإسلامية أيا ما كان، سواء كان بيسكنها عرب أو أتراك أو أكراد، وإنه لا فرق، إن إحنا كلنا مسلمين متساوون. تركيا كما تربح المسألة العسكرية أو الحرب العسكرية لابد ولازم تكسب المعركة الفكرية، وتكسب وتربح المعركة الإعلامية. مسألة غاية في الأهمية جدا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على الزر، رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب الجاليات الأوروبية في مدينة حلب السورية. حلب السورية في الشمال هنا، هذه حلب. انظروا في الدولة العثمانية، انظروا ماذا كانت تفعل الجاليات الأوروبية، وهو نفس ما تفعله اليوم أيضا في شمال العراق، وهي نفس الدور الذي تفعله حاليا في جنوب تركيا وفي شمال سوريا. هذه المنطقة منطقة نشاط الجمعيات الأجنبية.
هذه هي المنطقة، بتبدأ يعني بتلعب دور خطير جدا في هذه المناطق. أرجو أن احنا نقرأ الكتاب نسمعه على اليوتيوب، واحنا ندرك ماذا تفعل هذه الجمعيات الآن في مناطق الحروب والصراع. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.